تعالى اقول لكم نعمل جلاش قمر زي ده ازاي ويطلع معاكي مورق. مش لازم بالحشوه المعتاده ان هو يكون محشي لحمه مفرومه متعصجه، اي حشو انت بتحبيه ممكن ينفع عادي. انا كان عندي صدق، بس صدق بلدي مش بقالي، لو بقالي بيتحط زي ما هو، لكن لو صدق بلدي لازم بتديله تشويحه كده عشان ما يطلعش معاكي ني. بين كل طبقه وطبقه جلاش او بين كل طبقتين جلاش بتحطي السمنه عادي، سمنه سايحه. انا هنا بقى حطيت صلصه، بعد كده حطيت الجلاش. الصلصه دي متسبكه او ممكن صلصه عاديه اللي هي المعلبه. حطيت الصدوق، بعد كده حطيت طماطم قطع صغيره، وحطيت فلفل مخلل وخيار مخلل زي اللي بيبقى في الشاورما السوري كده، وجبنه تركي. بعد كده نزلت بقيه الطبقات لحد ما الطبقات خلصت، ولازم ادهنها كده سمنه عشان تطلع التوريقه حلوه. في الاخر بقى بسوي الاطراف كده علشان يطلع في الاخر شكله حلو، واحنا بنقطعه كده يبقى شكله ايه كويس وما يتحرقش من الجناب. بقيت السمنه حطيتها من فوق كده، ولازم تاتش القشطه بتاعي، بحب قوي احط القشطه على الوش، بتدي كده لون حلو قوي. وزعت كده القشطه على حوالين الصينيه كلها. بعد كده طبعا لازم يتقطع وهو ني، لو سبتيه ودخلتيه الفرن كده هيبقى هيتفرفت معاكي وانت بتقطعيه. قطعته كله، بعد كده جبت كوبايه لبن او اقل من كوبايه لبن بشويه، حطيت فيها بيضه وملح وفلفل وقلبتها كويس جدا. تقلب كويس جدا عشان ما تلاقيش حته فيها طعمها بيض جامد وحته لا. بس وتحط كده على الصينية حوالين داير. انا سبتها شوية عشان انا كنت عايزة اسويها قبل الفطار على طول. دخلت الفرن وطلعت تحفة.